أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو جديد ونهار جديد وصباح جديد كيف العادة. دائما معلومات عن تربية الدجاج وكذلك عن طريقة الاعتناء بالكتاكيت الصغار من أول نهار في عمرهم. مهم كما كتشوفوا هنايا راه حطيت الشرابات في الدروج، وهنايا كاينه نور اش غتقولي؟ السلام عليكم. حيدي يدك من فمك، اش غتقولي؟ صباحو خير صباح الخير احلى مشاهدين. دين عاودي احلى. أحلى مساعدين. برافو. نور راه قالت لي نجلس تما نشد لك الشرابات مع كيتقلبوا ويطيحوا على ريوسهم. المهم دابا راني حطيت هنا هاد السطل، درت فيه 11 لتر ونص ديال الماء. هي نورمالمون كل قريعه من هذه كدار فيها 10 لتر وكتر. نحاول نشد الاسم ديال التلقيح هذا ديال نهار 14. اطلافاك اش بي ان. المهم وهذا غنحاول غنقطع معكم الفيديو حتى نسوسو فيه الماء ونعمر الشرابات ونرجع معكم. المهم قبل ما نقطع هذا المقطع بغيت نشكركم كاملين على الدعم وعلى التعاليق المحفزه. شكرا لكم كاملين اللي خطيكم، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشرفنا بالاشتراك ديالو. وشكرا لكم مره اخرى كاملين. ما تمشيو فين غندير تلقيح في الماء ونرجع معكم. هنا راني رجعت معكم. هنا راني عطشت الكتاكيت. عطشتهم من البارح في العشيه، ما عطيتهمش الماء. ودابا تقريبا 10:30 ديال الصباح عاد عطيتهم الماء. شوفوا ما شاء الله مجموعين على الشرابه كيشربوا. هذا التلقيح ديال كما قلت لكم ديال 14 يوم. أنا يا ماما هما حنان. اش قلتي؟ أنا يا ماماهم. ماماهم ما عندهمش ماماهم. يتامى مساكن. عاد كتعرفي شنو هو اليتيم؟ شنو هو اليتيم؟ هو اللي ما عندوش، ماماهم. هو اللي ميته لي ماماهم وبابا ياك. لا ما عندهمش ماماهم. هادو درتهم غير في الماكينه ديال الضوء وخرجوا. حطيت بيضات في الماكينه وخرجوا كتاكيت. كتعرف الكتكوت ياك؟ اش كنسميوهم؟ كتكوت. وبزاف اش غنقولوا؟ كتكوتات. كتكوتات. لا نور، كتاكيت. كتاكيت. هنا راه كيشربوا في الماء. هنا شي وحدين هنا راه حاطه ليهم هاد سميتو، باقي كنعطيهم غير الديماراج. كنحطهم فوق من هاد الجلده باش زوينه. هاد الجلده اللي كنحطهم فوق منها يعني ملي كتوسخ كنصبنها وكنردها. جلد ولا بلاستيك ولا بحال هكاك، المهم احسن من الخنشه. هنايا راه صبحت محروقه ليا واحد البوله نوريها لكم. شوف تفرقعات الدجاجه ديالها تفرقعات. خاصني بوله ما عنديش ومع العلم ان هاد البولات الصفرين ولاو قلال اغلبيه، ولاو غير هذوك البيضين. وبالفعل كما قالوا لي المتتبعين ان دوك البولات البيضين ما كيعطوش السخونيه غير الاضاءه فقط، ولاحظتها داكشي علاش درت بالنصيحه ديالكم وبدلتهم. هنا غنخليهم يشربوا. حاجه وحده كيبغوها الكتاكيت يعني التدفئه. جوج نقط مهمين كيحتاجوها الكتاكيت: التدفئه وفي نفس الوقت النظافه، يعني البلاصه اللي يكونوا فيها تكون نقيه. هنا راه كما كتشوفوا راني مفرشه لهم التبن، يعني كل يومين كنبدل لهم، كنبدل التبن كل يومين.
ودازت ما نعاودش لكم، دازت دازت عندنا واحد الشتا كثيره، واحد الرعده اللي خايبه بزاف، واعره بزاف، ماشي خايبه بزاف يعني كلشي تخلع من هذيك الرعده اللي طاحت. ولكن الحمد لله كانت من وراها شتا كثيره. وكنشوف في بزاف د المواقع كيقولوا الناس انه ضاع لهم الكتاكيت. يعني المشكل هو اللي ضاع لهم الكتكوت، المشكل هو ديال التدفئه. الفلوس اكثر حاجه كيحتاج ليها ملي يكون باقي صغير، خصوصا لما كانتش الام. يعني التفقيس بالفقاصه خاصو التدفئه. اما ملي كتكون الام راه ما كتحتاج لا تدفئه لا والو. يعني الام ديالو هي اللي كتحضنوه، هي اللي كتعطيه سميتو الدفا. هنا غنخليهم ياكلوا ويشربوا، حيت انا جالسه هنا حدا الشرابات، راه ما يمكنش ليهم يجيو سميتو يجيو يشربوا. كاين شي وحدين زاعمين راه مزيين يشربوا، ولكن الاغلبيه ما يجيوش يشربوا حتى تنحيد انا. المهم غنخرج نخليهم باش يجيو يشربوا، راه عطاني مساكن. عرفتي كيديروا داك الصوت ديال علام صافي. والصوت اللي كنستعمل معاهم بشكل يومي هو ديال انني كنصفق غير بيدي، كلشي كيهرب. سمعوا واحد الصوت ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. ما شاء الله راه بداو كيبدلوا في الريش. كحبت كيسمعوا كيسمعوا. المهم بلا ما نطول عليكم غنخليهم هنايا حتى هما يشربوا وياكلوا ونسد عليهم. عرفتوا راه حاطه هنا حداهم باله ديال التبن، راه ملي كنبغي نبدل لهم سميتو كنهزها منها نبدل لهم الفراش. شو شحال من بوله بدلت. شو نشوف ضرب جوج تحرقوا ليا، ودابا تحرقت ليا الثالثه. ما عرفتش علاش، واش ملي كيتقطع الضوء اللي عنده شي معلومه يخليها ليا، واش الضغط على الخيط او لا ملي كيتقطع الضوء كيرجع يمكن تحرق شي بوله. المهم دابا ثالث بوله كتحرق ليا، دابا جوج محروقين وحده راه باقا في الخيط حتى نجيب بوله، نشري واحد جوج بولات نحط وحده نركبها، عاد نحيدها. وعرفتي هاد البوله الصفراء ولات قليله بزاف كاع. يعني ملي كتمشي للحانوت كتلقاي عنده غير البيضه، هاتي بواحد فيها 100 واط. المهم اللي عنده شي معلومه ولا شي فكره على البوله شنو السبب اللي كيخليها تحرق، واش الضغط ديال الخيط، يعني كاينين بولات فيه بزاف، او لا مشكل ديال الضوء ملي كيتقطع وكيرجع، ربما داكشي علاش تفرقعات. ما عرفتش والله ما عرفت. يلا المهم بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو، تسنوني في فيديو اخر ان شاء الله مع معلومات جديده اكيد. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.